السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير. كنت مصورة الفيديوهات بتاعة التنظيفات اللي عملتها مع حضراتكم، بس صراحة مفيش وقت ان انا انزلها، للأسف انا اتأخرت في تنزيلها، فنزلت بس الفيديو بتاع الفرش النهائي خلاص، والتغييرات اللي عملتها في الصالة عندي وفي المطبخ. ما شاء الله شكلها بقى احسن يعني من الاول، وشكلها اتغير، ونضفت الصالون كده كويس الاول، نفضته والتنفيضة حلوة. احلى حاجة في قماش الجلد المقلوب انه سهل يتغسل. هنا بقى كنت خلاص بفرش السجاد، بس ما كنتش عارفة ارص ازاي الانتريه، يعني احط ده فين وده فين، فخلاص خليت الكراسي مكانها ورفعتها وحطيت من تحتها السجادة. بحس ان الحركة دي بتكون احلى وبتدي منظر اشيك يعني. كمان رتبت معاكم الستارة دي انا عاملاها من السنة اللي فاتت، ما جددتهاش، جددت بس الستارة التانية دي برضو انا عاملاها. مش عارفة الجزء اللي هو الشراشيب اللي من فوق ده حلو ولا وحش، فلو كده مش عارفة يعني، اكتبولي في التعليقات، لو كده هبقى اشيله عادي، سهل انه يتشال. هي كانت حتة زيادة قلت احطها فين، رحت احطها في الستارة وخلاص، بس ولميتها على جنب. انا لسه هظبط الكسر بتاعتها، انا لميتها بس كده مؤقتا، رفعت اهو الكراسي وحطيت من تحتهم السجادة، وغيرت برضو السجاد بتاع المطبخ، خليته نفس السجادة بتاع الصالة. كده كده المطبخ والصالة مفتوحين على بعض. سجاد المطبخ عندي كان اتقطع يعني وكان قدم، فقلت خلاص هجدده مع السجادة دي برضو، هجيب نفس اللون، وحبيت كله يكون نفس اللون يعني. وحطيت هنا فصل الورد دي بس هغير مكانها، هحطها على الناحية التانية. وهنا حطيت البنك تحت التلفزيون. انا حبيت اوريكم الاول التغييرات اللي انا عملتها، وبعدين بقى ان شاء الله هنزل معاكم التفصيل بتاع المطبخ عملته ازاي وغيرت لونه ازاي بكل سهولة، ومكلفنيش خالص والله. وبقى معايا حاجة تانية، كان لونه الاول بينكي، فكنت حاسة ان هو لونه يعني غريب، مش ملايق مع الحاجات اللي انا حطاها، فحبيت اخليه اللون ده. هو ممكن ميبقاش ده احسن من البينكي، بس قلت لأ، هخليه اللون ده عشان يبقى متماشي مع الشقة والالوان الجديدة يعني اللي عملتها. بس كده. وكمان البوتاجاز غسلته كمان غسلة، يعني حميته حماية العيد، خليته حاجة تانية ما شاء الله. برضو ان شاء الله هنزله لكم مع المطبخ لما اصوره، يعني لما اخلص الفيديو قصدي. انا كنت مخلصة الشقة كلها قبل العيد بيومين، بس والله معلش اتأخرت جدا غصب عني في التنزيل بتاع الفيديو، كنت تعبانة جدا، فما قدرتش ان انا اقعد اعمل مونتاج للفيديو، فعملته النهاردة بقى معلش. وكده كمان المطبخ عملته اللون الهادي اللي هو عامل زي الرخامي ده، شكله حلو ما شاء الله، هو اهدى من البينك يعني. هوريكم ان شاء الله عملته ازاي في فيديو مفصل لوحده، تكلفته بالظبط كلفني كام، ما كلفنيش خالص والله. بقى النب والترمس وكده، بس ايه رأيكم؟ غيرت الستيكر بتاع البوتاجاز وغيرت كل حاجة فيه اصلا. انا حبيت الفيديو يكون خفيف مفيهوش اي حاجة، يادوب بس الفرش معاكم والتغيير اللي عملته حبيت اوريهولكم. قولولي ايه رأيكم في التجديدات اللي عملتها، ان شاء الله يعني تكون حلوة. وهنا بقى ابتديت اجهز اللبس بتاع ولادي، دي ترنجات الفيديو بتاعة العيد، مش اللبس الخروج، حبيت اجيب لهم الاتنين شبه بعض بس يعني اللون يكون مختلف. كده الفيديو يكون خلص، يا رب يكون عجبكم، اشوفكم ان شاء الله باذن الله فيديو جديد، مع السلامة.